وليه الأمة بتاخد نص حكم المرأة الحرة؟ هنا في كلام. ده الكلام اللي هيوصلنا لدرجة انه فعلا لابد ان يكون في رجم، لابد عقلا، هناخده بالعقل مش بالنقل من السنة ولا حاجة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وحكم وفعل ان هو رجم وامر برجم المحصنة والمحصن زي ماعز والغامدية لما امر برجمه. ليه لابد ان يكون فيه حكم رجم؟ هنشوف. من موضوع ان ربنا سبحانه وتعالى حكم بان المرأة الأمة تبقى عقوبتها نص عقوبة المرأة الحرة، في هنا دليل يبين لي انه الظروف المحيطة بالشخص اللي بيرتكب جريمة الزنا بتؤثر في الحد اللي بيقام عليه. درجة الإحصان بتاعة الشخص اللي بيفعل الزنا تؤثر على الحد اللي بيقام عليه. أيوه، يعني مثلا المرأة المسلمة المؤمنة الحرة المتزوجة مش هتلاقيها زي المرأة المؤمنة غير المتزوجة. ليه؟ لأن ديت حكمها هيزيد شوية، لأن عندها الدوافع اللي تدفعها إن هي تعمل الزنا أقل من دوافع غير المتزوجة. يعني البنت الغير متزوجة اللي هي حكمها حاليا 100 جلدة، والراجل غير متزوج، الشاب الغير متزوج حكمه النهاردة 100 جلدة. طيب عنده دوافع، عنده دوافع تدفعه ان هو يزن، مش متزوج، هو مسلم، هو حر، الاسلام بتاعه، الايمان بتاعه واحد من المحصنات اللي بيحصنه ايمانه، عفته في الايمان دوت بيدعو الى العفه. فزي مثلا سيدة مريم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يعني متعففة بسبب إيمانها. يبقى من ضمن التحصين الإيمان بيحصن، من ضمن التحصين الإيمان حصنه. الزواج بيحصنه. ربنا سبحانه وتعالى في آية من الآيات قال إنه الزواج من ضمن الإحصان، لما ربنا سبحانه وتعالى في الآية كان بيتكلم عن المحرمات من النساء اللي ما ينفعش إن احنا نتزوجهن. قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وقعد يعدد ربنا سبحانه وتعالى المحرمات من النساء دول. وفي الآية اللي بعد منها راح جاي ضايف كمان وقال إيه؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنة هنا اللي هي المتزوجة، ما ينفعش إن أنت تتزوجها، محرمة عليك. يبقى معنى كلمة إحصان هنا كانت إيه؟ كانت الزواج. طيب لكن الإحصان في الآية اللي بنقولها دلوقتي اللي هي بتاعت ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هيتجوز المرأة المتزوجة المؤمنة؟ لا، لكن هنا المقصود المرأة الحرة، المحصنة هنا اللي هي إيه؟ اللي هي حر. إذن فالمرأة لما بتكون مؤمنة عندها إحصان بإيمانها من الزنا. بيزيد الإحصان لما تكون متزوجة، مؤمنة ومتزوجة، وبيزيد الإحصان لما تكون حرة. دول 3 حاجات. ولما تكون عفيفة كمان 4 حاجات. خلاص؟ فهنا المرأة اللي ما عندهاش أي سبب يدعوها إن هي تزني، ورغم كده تزني، هل تجعل عقوبتها زي واحد أو واحدة عندهم كل الأسباب الداعية للزنا؟ لا، بدليل إنه المرأة اللي هي ملك اليمين الأمة عقوبتها النص. ليه عقوبتها النص؟ لأنها معرضة لأسباب كتير تحفزها على الزنا. هي خادمة وبتشتغل في وسط الرجال،
تنزل تروح تقضي مصالح أسيادها أو اللي هي عندهم. هي أقل درجة من غيرها من الحرائر، فالناس يرغبوها أو إن هم يتطفلوا عليها أو كده. ما عندهاش زوج، هي أصلا في نفسيتها إن هي مهانة أو إن هي قليلة لأنها غير حرة. خلاص، فالموضوع هنا مش متزوجة، أو حتى لو متزوجة من سيدها مثلا، فسيدها دوت لا يعطيها مثل ما يعطي نصيب الحرة من المعاشرات والأمور دي. فهنا لما بتزني بيكون الشرع راعى إن هي عندها أسباب تدفعها للوقوع في الزنا، فخفف العقوبة عنها شوية. يبقى كل ما يكون الإنسان عنده المحفزات أقل، كل ما العقوبة تقل، وكل ما كل ما العقوبة تزيد لو فعل الفاحشة. تعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أنت متخيل إن هي يضاعف لها العذاب ضعفين، اللي هو الرجم وعقوبة في الآخرة، عذاب الآخرة كمان الاتنين. ليه بقى؟ لأن هي الدوافع عندها للوقوع في الفاحشة تكاد تكون منعدمة تماما. فلما تقع في الفاحشة يبقى تعاقب العقاب في الدنيا وكمان في الآخرة. غيرها بيعاقب في الدنيا بس، وعقابها في الدنيا يكون كفارة لذنبها، ترجع لربنا نظيفة، ما يعاقبهاش، خلاص هي كده خلصت اللي عليها في الدنيا، عوقبت في الدنيا وخلص. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد من الصحابة، أظن كان سيدنا علي، كان سب امرأة رجمت والدم بتاعها راح على ملابسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. يبقى ده توبة لها، الحد اللي أقيم عليها ده كفارة وتوبة لها. عشان حضرتك لما كنت بتسأل وبتقول إن إحنا في ديننا المحسن ممكن يقع في الفاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا، هي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب حضرتك دوت مش المقصود، وبعدين بتقول ايه؟ فين بقى هنا؟ ما انا لو قتلته هيستغفر ازاي وهيتوب ازاي؟ يا فندم ده منطق يا فندم. يعني انا النهارده لما اجي على راجل قتل ورايح يقام عليه الحد، الراجل دوت مش بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويقول ان هو تاب الى الله وكذا وكذا؟ استغفر او تاب او كذا لا يمنعه من اقامة الحد. طيب راجل بقى تاني فعل الفاحشة واختفى اثره، محدش طاله، لو عليه حتى ادلة موجودة ومحدش طاله، يستغفر ويتوب ويرجع الله سبحانه. دي نوع من انواع الاستغفار وما يتوب. خلاص. لا واحد عمل فاحشة وكتم على نفسه، محدش عارف ان هو عملها، يتوب ويستغفر، محدش قال ان هو لازم يروح يقول ان هو اجرم وان هو يقتل او ما يستغفر. او امرأة، ما واحد عمل فاحشة ومحدش شافه فما راحش ادعى عليه وما راحش اتهمه، فما يتوب ويستغفر. هو ايه المعضلة هنا في ان هو يقام الحد على مرتكب الجريمة ديت لو ظهرت بينة، او هو راح اعترف، او حد راح اشتكى عليه وفعلا بالتحقيقات اتضح وبالشهود اتضح ان هو ارتكب الكبيرة ديت؟ ايه المانع يعني؟ حضرتك لو شايف انه ان هو ازاي هيتوب اذا كان هيقتل، طب تعالى على السورة، سورة الفرقان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هيتوب ازاي إذا كان قتل؟ والقاتل حتى في القانون لموضوع النهاردة يقتل إعدام. هيتوب ازاي؟ نسيبه عشان حضرتك تبقى مبسوط ويتوب زي ما انت عاوز بقى، نسيبه لا نقيم عليه الحد عشان خاطر يتوب. ربنا قال إلا من تاب وآمن، فازاي هيتوب وانت رايح تقتله وتقيم عليه الحد؟ حضرتك ده مش منطق، ده منطق مش مظبوط. حضرتك فهمت؟ طيب نرجع مرجوعنا. يبقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دي قمة الإيمان، الإيمان جوه بيتها قمة الإيمان. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي مفيش أي شيء ناقصه من رجولة ومن جمال ومن طيبة ومن رحمة اللي تخلي المرأة تبقى مكتفية بيه تماما. خلاص، بل بالعكس كمان، ده بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع ان هي تتزوج غيره، ممنوعة انها تتزوج غيره. لكن اللي هي عاشته من الإيمانيات واللي حضرته مع النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ومن اليقين ومن دوت خلاها في مرتبة عالية جدا، مرتبة أخلاقية عالية جدا جدا جدا، تمنعها من ان هي تقع في الفاحشة دي أبدا. لا تتزوج بعد منه، ولو وقعت في فاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ أخلاق عالية، إيمانات عالية، دين، حرة. فهمت؟ يبقى هنا الموضوع موضوع إنه كل ما بيقل المحفزات بتاعة الوقوع في الفاحشة العذاب يتضاعف. حضرتك بقى تعال، زوجات النبي العذاب ضعفين. أي مؤمنة حرة متزوجة العذاب رجم. أي مؤمنة حرة مش متزوجة العذاب 100 جلدة، وكذلك الرجل. أي مؤمنة الأمة بقى هنا لما تيجي تتكلم عنها عندها محفزات للوقوع في الفاحشة. عندها محفزات للوقوع في الفاحشة في وسط الرجالة، بتشتغل في وسط الرجالة وبتاع، ودوت بيشتهيها ودوت ممكن يبص لها ودوت كذا ولا كذا. في محفزات غير المؤمنة اللي هي ايه، اللي هي ربنا قال لهم قرن في بيوتكن. فهنا في محفزات لها، المحفزات ديت بتقربها من ان هي تكون اقرب لمين؟ العقوبة بتاعتها تكون اقرب لمين؟ هل اقرب للمرأة اقرب لزوجات النبي؟ لا، اقرب للمرأة الحرة المؤمنة في المتزوجة؟ لا، اقرب للمرأة الحرة غير متزوجة. فلما تيجي تقيم عليها حد هتقيم عليها نص الحد الأقرب لها، مش هتعاملها على إن هي ده. إذا كان الحرة أصلا الغير متزوجة هيقام عليها 100 جلدة، مش هترجم. فإزاي أنت مع المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة من الإماء وهي مسلمة وعاوز تقيم عليها نص حد الرجم؟ لا، نص حد الجلد بتاع أقرب واحدة ليها اللي هي مين؟ اللي هي الغير متزوجة المسلمة. يبقى الموضوع هنا ظاهر. طيب الحكم دوت نزل في الآية بتاعت سورة النساء، وبعد كده لما جه نزلت الآية بتاعت سورة النور بعد منها بما يساوي مثلا سنة ولا حاجة، بقى الحكم على المرأة اللي هي المحصنة اللي بإيمانها والمحصنة بالحرية بتاعتها ولم تتزوج ان هي تجلد 100 جلد. وفضل الحكم بتاع الرجم لمين؟ للمحصن. ما عندهاش اي اسباب تدعوها لان هي تفعل دوت، ما عندهاش اي اسباب تحفزها على فعل الزنا. يبقى نعملها زيها زي بنت ما اتجوزتش خالص وعندها دواعي الشهوة وغيره؟ لا طبعا. حضرتك فهمت؟ دي امور منطقية اهي. طيب يبقى احنا هنا لما يجي الامام الشافعي بيتكلم عن نص الحد، فنص الحد هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله قبل ايه؟ قبل ما تنزل سورة النور. فلما نزل لانه نبي بيتنبأ
من صفات النبوة ان هو يتنبأ، يقول اعملوا كذا، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى بعد كده ينزل بقى الايه، ينزل الحدود. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، زي ما قال في الآية اللي قبل كده هوت، اللي هي ايه، فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام. والثيب بالثيب، الثيب هنا اللي هي لو تزوجت زواج صحيح، سواء كان رجل او امرأة، زواج صحيح حتى لو مرة واحدة وطلقت او مات زوجها، او زواج صحيح مش زنا ولا زواج باطل ولا كذا، مرة واحدة خلاص ديت الحكم بتاعها حكم الرجم. البكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام. والثيب بالثيب الرجم، او والثيب بالثيب الرجم. طيب، فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الحدود ديت، فما تجيش انت النهارده تقول ده الشافعي هو اللي جابها. لا، الشافعي ما جابهاش. ويرجع بقى عند الامام ابو حنيفه، هتلاقي ابو حنيفه بيقيم الحد كده، اللي هو على البكر اللي هو لما يتزوج زواج صحيح قبل كده وزنى بيجلد 100 جلده ويغرب عام، بيبعدوه عن المنطقة اللي حصل فيها ديت عشان خاطر الناس تنساه يعني وكده اهو، وما يبقاش في المكان نفسه اللي ممكن يعمل فيه معاصي تاني او يحفزه على معاصي بتاع، فبيبعدوه سنة. الامام ابو حنيفة هو ده رأيه. الامام مالك فقط ما قالش بتغريب السنة، تغريب العام، لكن قال ان هو ايه، قال ان هو يجلد 100. طيب، والكل على انه المحصن المتزوج يرجم. أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، الكل رضي الله عنهم وأرضاهم مجمعين، مفيش فيها كلام على إنه إيه، على إنه يرجم الزاني المحصن. الإمام مالك إمام أهل الرأي في المدينة، الإمام الأعظم مالك اللي كان بياخد بأعمال أهل المدينة، قال إنه هو يرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. الإمام أبو حنيفة إمام أهل الرأي في العراق، قال إنه هو يرجم. مش الإمام الشافعي فقط اللي انت حاطط عليه وعمال تقول عنه كذا وكذا. فحضرتك التفصيل اللي احنا فصلناه دوت بيقول انه لابد انه يكون حكم او عقوبة الشخص الزاني بتتناسب مع المحفزات اللي بتحفزه على هذا الزنا في ذلك الوقت، اللي هو كان ايه، ان هو هل هو مؤمن وعبد وغير متزوج، ولا مؤمن ومتزوج وحر ما هوش عبد. بتفرق كتير، تفرق بين دوت وبين دوت، والامور والكلام هوت ايه، والكلام واضح. فاتمنى ان حضرتك تراجع نفسك في كلامك عن الامام الشافعي، و يعني تنقيسك من قدره لهدف معين يعني، والله اعلم، ولكن تنقيصك من قدر الإمام الشافعي لأنه أقل أو أنه هو مشدد شوية عن غيره لا، مش حقيقي، بل بالعكس، غيره في هذه المسألة مطابقين للحكم إلا الإمام مالك اللي أخذ بموضوع الإيه، بموضوع الجلد 100 جلدة بدون تغريب إيه، بدون تغريب العام بس. فحضرتك الموضوع واضح اهوت قدام منك، والحق يعني صوته عالي وباين نور شمس، خدت بيه اهلا وسهلا. وبعدين حضرتك بتجادل في حاجة اصلا لا تقام. يعني انت النهاردة هل بيقام في بلاد المسلمين حد الرجم على المتزوجة او المتزوج لما يزني؟ لا يقام. هل بيقام حتى الحد الأقل اللي هو حد الجلد على الزاني والزانية؟ لا يقام. فحضرتك النهاردة لما بتتكلم كل ما في الموضوع هو مناقضة بس لدين الله سبحانه وتعالى، مناقضة للقرآن ومناقضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى. كل ما في الموضوع إنه نهز مكانة السنة في أنفس العباد. الشرع ده أساسا هذا لا يطبق، مش بيطبق.
رغم ان احنا المفروض ان احنا كدول اسلامية سنية بنقيم بشرعنا على المذاهب الاربعة دولت اللي كلهم قالوا الكلام دوت، لكن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحضرتك بس يراجع نفسك شوية وما تبقاش يعني تشد قوي على أهل السنة وتفكر إنك أنت اكتشفت اكتشافات محدش يعني بيقدر يحلها، أو محدش بيعرف يعني يلاقي لها تفسير يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.